وخليه قصاد عينك طول الوقت علشان تغير برمجة دماغك اللي اتعودت على مراقبة النقص فقط. خليها بقى تتعود على ملاحظة الوفرة، لان اللي انت هتلاحظه دلوقتي هيزيد، اللي هتركز عليه هيزيد، فركز على الوفرة. انت محتاج تعمل تضحية زي الرجل المعلق كده. انت محتاج تضحي بالسيطرة البالغة اللي في حياتك دي. انت بتحب تسيطر لانك اتعودت انك اما هتاخد بالك من كل التفاصيل هتنجو، والحقيقة ده كان يعني منجحك لفترة من الوقت، انما دلوقتي خلاص بقى ما ينفعش، ده بقى حمل زيادة على جهازك العصبي. المرحلة الجاية بتاعتك عايزة منك نوع مختلف من السيطرة، يعني تعمل اللي عليك وفي نفس الوقت تبقى فاكك ارتباطك بالنتيجة. يعني تعمل اللي عليك وانت واثق ان النتيجة حصلت خلاص، من غير ما انت كل شوية تروح تبص عليها حصلت ولا لسه. الرجل المعلق ده هو اصلا كارت الاستسلام. يعني بدل ما تفضل في طاقة المحاربة من اجل الوفرة والسعي والعمل الشاق من اجل الوفرة، اسمح ليها بقى هي بالدخول من غير مراقبة منك، من غير قتال ومن غير شغل شاق. المشتري في الجوزاء اصلا طاقة سهلة وهوائية، علشان كده انت بقى ما تقاومش التدفق ده، خليك في الطاقة بتاعة الاستسلام دي. واصلا الكارت بتاع المعلق ده هو كارت مرتبط بطاقة الماء، ومرتبط بحرف الميم كمان. يعني انا مش عارفة هو عندك في اسمك ولا هو اصلا يعني جايلك كرسالة انه دايما يفكرك انك تبقى في طاقة التسليم، انك تبقى مسلم. وضعية الراجل المعلق راسه تحت ورجليه فوق دي مخلياني افكر ان الدم اكيد هينزل من رجليه لراسه، يعني تدفق الطاقة رايح من فوق لتحت، يعني جاي من اعلى ليك. يعني التوسع مش هيحصل لك غير لما انت الاول تاخد فترة هدوء كده، تفكك بقى المعتقدات القديمة دي، وتفكك كمان بقى يعني من العالم كله. تعرف انت عايز ايه اولا، وتفكك المعتقدات القديمة وتسيبك من كلام الناس اللي لا بيودي ولا بيأخر. عايزاك في الفترة دي تركز على الألوان الفضية اللي هي بتاعت القمر، والألوان الذهبية اللي هي بتاعت المشتري. ممكن لو حابب يعني دلوقتي تغمض عينيك وتتخيل ضوء أزرق سماوي لامع خارج من حجر القمر بتاعك وبيصعد ناحية الحلق عندك، وأول ما بيلمس الحلق بيتحول لنور ذهبي خالص شديد النقاء.